بتفكر إيه اللي بيحصل لما الواحد يموت؟ النهاردة هحكي لك 3 قصص هتديك فكرة عن اللي ممكن يحصل فعلا، ومش قصص فاضية، دول قصص فيها أدلة، صور في بعض الحالات، قصص عميقة ومقلقة. بس قبل ما ندخل في القصص دي، لو بتحب القصص الغريبة والمرعبة والغامضة اللي بتتحكي بطريقة ممتعة، يبقى أنت في المكان الصح. إحنا بنحكي كده مرة في الأسبوع. لو عجبك الكلام ده، خش على بيت زرار اللايك واقلب كل التلفزيونات اللي متعلقة على الحيطة بالمقلوب، وياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل كل الإشعارات عشان ما تفوتش أي فيديو جديد. يلا ندخل في قصص النهاردة. القصة الأولى، حادثة العربية. في ليلة 27 ديسمبر 1984 في سانت بول، مينيسوتا، كان في ولد عنده 16 سنة اسمه جون بولوير، راكب في عربية جيب مع أعز أصحابه. صاحبه كان سايق، وكان في 2 تانيين من أصحابهم في الكرسي اللي ورا، كلهم بيهزروا وبيضحكوا وبيغنوا مع الراديو. الدنيا كانت ليل ومطر والجو كان زفت، بس جون ما كانش مهتم. كان فرحان قوي عشان رايح مع أصحابه يشوف برينس، النجم الجامد، في حفلة لايف. برينس كان نجم عالمي وقتها، وأي حد كان هيتجنن لو هيشوفه على المسرح. بس بالنسبة لجون وأصحابه، دي كانت حاجة كبيرة قوي عشان برينس من مينيابوليس، يعني على بعد 20 دقيقة من بلدهم سان بول، فكأنهم رايحين يشوفوا بطل بلدهم. جون وأصحابه ما كانوش بيحلموا يبقوا نجوم زي برينس، بس كان في حاجة ملهمة في إن واحد من بلدهم يوصل للعالمية. كانوا متحمسين قوي، وجون لف يتكلم مع أصحابه اللي ورا عن الحفلة وإزاي هتبقى عظمة. بس وهو بيلف سمع صوت زعيق جامد، ولف راسه بسرعة لقى النور العربية موجه على شجرة وهم طايرين ناحيتها. زعق، وأصحابه زعقوا وخبطوا في الشجرة، وكل حاجة سودت. بعد دقايق ضابط شرطة اسمه براين كويل وشريكه وقفوا ورا الجيب اللي اتكسر. كانوا في دورية عادية لما جات لهم مكالمة عن الحادثة. المكالمة ما كانتش من حد في العربية، فما كانوش عارفين هيشوفوا إيه. لما كويل نزل من العربية ومشي ناحية الحطام، كان الجو مطر وليل، والرؤية ما كانتش أحسن حاجة. بس شاف على طول 3 مراهقين واقفين بره العربية. كانوا مبينين عليهم الصدمة وعليهم جروح، بس عموما كانوا كويسين. شريك كويل راح يفحص العربية، وكويل ماشي للمراهقين دول. واحد منهم وهو بيعيط قال لكويل إنه كان سايق وكان ماشي بسرعة زيادة، وحاول يلف فجأة، بس العربية اتزحلقت على المية ففقد السيطرة وحبطه في الشجرة. وبعدين قال إن ده مش مهم دلوقتي، المهم إن صاحبه جون لسه في العربية ومش بيتحرك. كايل ساب المراهقين وقال لهم يفضلوا مكانهم، ومشي للحطام عند شريكه. لما بص جوه الجيب، شاف جون مرمي على الكرسي الأمامي ومش بيتحرك. سأل شريكه: فحصته؟ هو كويس؟ شريكه بص وقال: لأ، هو مات. كايل خد نفس عميق، وفي الوقت ده شريكه طلب إسعاف وطوق المكان. كايل رجع لأصحاب جون وحاول يقول لهم الخبر براحة، بس طبعا كانوا محطمين. اللي قدر يعمله كايل إنه يطلب إسعاف تاخدهم من المستشفى عشان يتفحصوا. لما الإسعاف خدتهم وجثة جون اتشالت من العربية، كايل وشريكه بدأوا يصوروا المكان بكاميرا، ودي كانت إجراءات عادية، ما كانوش مركزين مع الصور قوي. بس بعد أسبوع وهما بيبصوا على الصور، كايل لاحظ حاجة غريبة جدا. واحدة من الصور كانت عجيبة لدرجة إنها اتنشرت في جرايد مينيسوتا وفي أمريكا كلها. لحد دلوقتي بعد أكتر من 30 سنة الناس لسه بتتكلم عنها. لما تشوف الصورة دي هتفهم ليه. لو بصيت فوق الباب المفتوح بتاع الجيب هتشوف حاجة زي ومضة نور، بس بالنسبة لكايل وكتير من اللي شافوا الصورة بيقولوا إن الشيء الغريب ده يشبه بشكل مرعب وش جون بولوير، الولد اللي مات في الحادث. كأن الصورة دي لقطة لحظة خروج روحه من الأرض، زي ما تكون بتوري اللحظة الأخيرة في حياته وهو بيزعق قبل ما العربية تخبط في الشجرة. القصة التانية، الدكتور والحاصد. في صيف 1974 دكتور عنده 60 سنة اسمه جوليان كيرشك كان قاعد جنب حمام السباحة في بيته في أولد ويست باري، نيويورك، ودي ضاحية قريبة من نيويورك سيتي. اليوم كان هادي ومشمس، والدكتور كيرشك كان مبسوط إنه لقى وقت يرتاح فيه. كان جراح في مستشفى قريب، وكان متجوز وعنده 4 عيال، فما كانش بيلاقي وقت كتير لنفسه. قعد على الكرسي، سكر عينيه وحاول يرتاح شوية، بس فجأة سمع صوت حاجة بتتحرك في الشجر اللي جنبه.
في الأول افتكر إنها سنجابة أو عصفورة، فما فتحش عينيه، قال عادي دي الطبيعة. بس الصوت فضل مستمر وموقفش. في الآخر فتح عينيه وقام من الكرسي يشوف إيه الحكاية. الشجر كان على بعد حوالي 6 متر منه، فكان لازم يقوم ويمشي عشان يشوف كويس. لما قام وخط خطوتين وقف فجأة، لأنه شاف حد واقف في وسط الشجر. بس الشخص ده ما كانش عادي، كان لابس زي جلباب طويل أسود مغطي جسمه كله، وحتى وشه كان مستخبي نوعاً ما، كأنه ظل أسود واقف في النص. الدكتور كيرشك اتخشب في مكانه مش عارف يعمل إيه، ينده على حد، يجري ورا الشخص ده، إيه اللي يعمله؟ وهو واقف مصدوم، الشخص ده مد إيده، إيد طويلة رفيعة، وبدأ يقشر للدكتور كيرشك يجي ناحيته. الدكتور حس إنه اتقلب من الصدمة للرعب. الشكل ده كان بيبص زي الحاصد القاتم اللي هو رمز الموت، وحس إن الحاصد ده بيطلب منه يجي معاه، يعني يموت. الإحساس ده كان قوي جدا. الدكتور كيرشك بصله مرعوب وغمض عينيه ثانية، والراجل اختفى. اليومين اللي بعد كده الدكتور كيرشك كان مهووس باللي شافه. حس إنه شاف الحاصد القاتم، والأسوأ إنه حس إن الحاصد كان بيقوله إنه وقته خلص وإن الموت قرب. كان دكتور رائع العلم وعقل، ومش عارف يفهم إزاي ده حصل. حتى لو كانت هلوسة، كانت قوية وواقعية جدا. إزاي؟ إيه اللي بيحصل؟ بس المشكلة إنه ما كانش عارف يحكي لمين. يقول لمين إنه شاف الحاصد القاتم وخايف إنه هيموت قريب، أو حد من عيلته هيموت، أو مريض هيموت. مين هياخد كلامه جد؟ بس في نفس الوقت حس إن اللي شافه حقيقي، وده خلاه يحس إنه هيتجنن. كان حاسس بحاجة وحشة جاية ومش عارف يعمل إيه. لشهور فضل شايل الهم ده في كل حتة يروحها، لحد ما في أكتوبر 1974 مرض فجأة. جاله حمى وما راحتش. راح لدكتوره، والدكتور قال له في أخبار وحشة. في اليوم ده اكتشف إنه عنده سرطان دم مالوش علاج. كان محطم، بس ما كانش مستغرب قوي، لأنه حس إن ده تأكيد للي شافه، الموت. الحاصد القاتم كان بيناديه، والدكتور كيرشك عارف ليه. حكى قصته للجرايد، وده ازاي عرفناها النهاردة. وبعد وقت قصير الدكتور كيرشك مات. القصة الثالثة، الطفل والطيار. في يوم أحد 27 أغسطس 2000، بروس لانينجر، راجل عنده 50 سنة، أب وزوج، كان قاعد في الصالة في بيته في لافايات، لويزيانا. هو ومراته وابنهم جيمس اللي عنده 2 سنين، كانوا لسه راجعين من الكنيسة. وبروس كان بيحاول يرتاح، بس كان صعب يرتاح لأن جيمس ابنه الصغير كان ماسك طيارته اللعبة المفضلة عنده وبيخبطها في ترابيزة القهوة بأعلى صوت وهو بيقول الطيارة اتكسرت، الطيارة اتكسرت. طبعا جيمس عيل صغير، لازم يكون صوته عالي ومزعج، ده طبيعي. بس بالنسبة لبروس وهو بيبص على ابنه كان قلقان قوي. في الشهور اللي فاتت جيمس كان مهووس بشكل غريب، مش بالطيارات، لأ، بتحطم الطيارات. وبالأخص كان عنده كوابيس متكررة 4 أو 5 مرات في الأسبوع، يصحى فيها مرعوب ويقول إنه كان في طيارة اتكسرت واتهبشت نار. كل ليلة نفس الكابوس. بروس ومراته ما كانوش عارفين يفهموا إيه الحكاية، منين جايب الكلام ده. جيمس كان عيل محمي، ما كانش بيتفرج على أفلام أو برامج فيها حوادث طيارات، عنده 2 سنين بس. ما كانش منطقي إنه يحلم بالكابوس ده كل شوية. والأغرب إنه ما كانش مهووس بس بحوادث الطيارات، لأ، كان بيحكي تفاصيل غريبة عن الحادثة دي، لأنها دايماً نفس الحادثة في كوابيسه. قال لأهله إن اليابانيين ضربوني. بروس ومراته استغربوا، بيحكي عن إيه؟ الحرب العالمية التانية؟ بس إزاي؟ ده عنده 2 سنين، حتى لو شاف حاجة زي دي مش هيقول كده. في الشهور اللي فاتت بروس ومراته خدوا جيمس لدكتور وقالوا له إيه اللي بيحصل؟ ابني بيعمل إيه؟ مش فاهمين. الدكاترة قالوا ده عيل صغير، هوس غريب بس هيعدي، ما تقلقوش. بس بالنسبة لبروس ومراته جيمس ما كانش بيعدي، كان بيزيد هوس كل ما الوقت يعدي. في يوم وهو قاعد بيبص على جيمس وهو بيخبط الطيارة في الترابيزة للمر المليون، بروس قرر إنه لازم يعمل حاجة. في الشهرين اللي بعد كده بدل ما يحاول يعرف إيه اللي غلط في جيمس، بدأ يسأله عن تفاصيل الكابوس. حكيلي كل حاجة تقدر تفتكرها. جيمس بدأ يقول إن مش بس اليابانيين اللي ضربوه، لأ، الجيش الياباني، وكمان الطيارة اللي كان سيئها كانت اسمها كورسير.
بروس ما كانش يعرف حاجة عن الطيارة دي، وبص لابنه اللي عنده 2 وقال في دماغه إزاي تعرف اسم طيارة زي دي؟ بس ده اللي قاله جيمس. بروس ما كانش عارف يعمل إيه بالمعلومات دي، بس فضل يحاول يفهم. في نوفمبر من السنة دي بروس كان قاعد في الصالة ومعاه كتاب عن الحرب العالمية التانية كان جايبه لأبوه بس لسه ما ادهولوش. شاف جيمس بيلعب بالطيارة وبيخبطها في الترابيزة للمرة المليون. بروس قرر إنه لازم يعمل حاجة. في الشهرين اللي بعد كده بدل ما يحاول يعرف إيه اللي غلط في جيمس، بدأ يسأله عن تفاصيل الكابوس. حكيلي كل حاجة تقدر تفتكرها. جيمس بدأ يقول إن مش بس اليابانيين اللي ضربوه، لأ، الجيش الياباني، وكمان الطيارة اللي كان سايقها كانت اسمها كورسير. بروس ما كانش يعرف حاجة عن الطيارة دي، وبص لابنه اللي عنده 2 وقال في دماغه إزاي تعرف اسم طيارة زي دي؟ بس ده اللي قاله جيمس. بروس ما كانش عارف يعمل إيه بالمعلومات دي، بس فضل يحاول يفهم. في نوفمبر من السنة دي بروس كان قاعد في الصالة ومعاه كتاب عن الحرب العالمية التانية كان جايبه لأبوه بس لسه ما ادهولوش. شاف جيمس بيلعب بالطيارة وبيخبطها في الترابيزة. بروس مسك الكتاب اللي كان مليان صور طيارين وحروب وفتح على صور طيارين من الحرب العالمية التانية. قال في دماغه يمكن ابني بيتخيل حاجة من الحرب دي، طيار اتكسرت طيارته والجيش الياباني ضربه، مش عارف ازاي بس يمكن. ندى على جيمس وقال له بص، تعرف أي طيارة من دول؟ دي الطيارة الكورسير اللي حلمت بيها. جيمس وهو عنده 2 فهم الكلام نوعاً ما، بس ما كانش فيه حاجة نقرت. قلب الصفحات بس ما فيش حاجة، لحد ما وصل لآخر الكتاب وبروس بدأ يقول لنفسه أنا بعمل إيه؟ بحس عيل عنده 2 يبحث معايا عن الحرب العالمية التانية. بس فجأة جيمس وقف عند صفحة وأشار وقال ده المكان اللي ضربت فيه. كان بيأشر على معركة إيوو جيما. بروس ما كانش عارف هو بيحاول يوصل لإيه، بس ابنه أشار على حاجة فعلاً وكانت متعلقة باللي قاله قبل كده. قال إنه طيار اتضرب من الجيش الياباني ودلوقتي بيأشر على معركة في اليابان في الحرب العالمية التانية. قال طيب، يمكن الحلم بتاعه عن حاجة حصلت في معركة إيوو جيما، مش عارف إزاي بس هعمل بحث. وبروس بدأ يبحث عن المعركة دي. اكتشف حاجة طمنته شوية. مفيش سجلات لطيارات كورسير اتكسرت في إيوو جيما ولا حتى طاروا في المعركة دي أصلاً. وجيمس كان بيقول إنه كان سايق طيارة كورسير. بروس قال طيب، في حاجة غلط في قصة ابني، أكيد سمع حاجة ودماغه الصغيرة لخبطتها. بس بروس ما قدرش يلاقي أسماء الطيارين اللي فعلاً طاروا في إيوو جيما. كان عايز يعرف لو في طيار اسمه جيمس اتكسرت طيارته، بس المعلومات ما كانتش موجودة. فقرر يتواصل مع مجموعة محاربين قدامى من إيوو جيما، ناس كبار في السن لسه عايشين، كانوا في سان دييجو وبيتقابلوا كل فترة. راح هناك وقال إنه بيصور وثائقي عن المعركة وبيحتاج معلومات عن طيارين. سأل عن أي طيار اسمه جيمس اتضرب في إيوو جيما. كلهم قالوا له كلم المؤرخ بتاعهم. لما سأله المؤرخ قال له إن ما كانش فيه طيارات اتضربت تقريباً في المعركة دي، بس كان فيه طيار واحد من سلاح الجو الأمريكي اتضرب ومات، واسمه جيمس هيوستن جونيور. بروس اتفاجئ إن الطيار الوحيد اللي اتضرب اسمه جيمس. ده كان صدفة مستحيلة بالنسبة للي ابنه بيقوله. جيمس ابنه اللي عنده 2 بيحكي عن إنه اتضرب من الجيش الياباني في إيوو جيما، ودلوقتي بيقولوا إن في طيار اسمه جيمس فعلاً اتضرب هناك. إزاي؟ بروس كان متمسك بإن ابنه قال إن الطيارة كانت كورسير، وجيمس هيوستن جونيور ما كانش سايق كورسير. قال لنفسه دي صدفة غريبة بس مش أكتر من كده. بروس كلم مراته وحكى لها اللي عرفه وحاول يهدي الموضوع، بس قرروا يكملوا بحث. اكتشفوا إن جيمس هيوستن جونيور عنده أخت لسه عايشة. قرروا يكلموها، مش عارفين هيقولوا إيه، بس قالوا يمكن تفسر لهم. الأخت لما عرفت إن في عيل صغير بيحكي عن موت أخوها، أرسلت لهم صور حقيقية لجيمس هيوستن جونيور وهو طيار. لما بروس شاف الصور اتفاجئ جدا. في صورة جيمس هيوستن جونيور كان واقف قدام طيارة، وكانت طيارة كورسير. هنا بروس حس إن الصدف دي كتيرة قوي، مش صدفة عادية. وكمان افتكر إن ابنه كان بيقول أحياناً إن اسمه مش جيمس، لأ، جيمس 3. بروس بدأ يفكر، جيمس هيوستن جونيور يبقى جيمس 2، وابني جيمس 3 يمكن يكون فعلاً روح جيمس هيوستن جونيور اللي اتجسدت فيه. بروس حكى القصة للجرايد، والعيلة عملت حلقة على قناة ABC. جيمس راح لم شمل المحاربين القدامى في إيوو جيما وصدمهم بمعلوماته عن المعركة. كمان قابل أخت جيمس هيوستن جونيور وناداها بلقب ما كانش يعرفه غير أخوها اللي مات. بعدها
حتى هي اقتنعت إن روح أخوها رجعت في جيمس 3. لو التناسخ حقيقي، قصة جيمس دي من أقوى القصص الموثقة في التاريخ. شكراً إنكم اتفرجتوا. قولوا لي رأيكم في حلقة النهاردة في الكومنتات. عندنا مئات الفيديوهات تقدروا تشوفوها دلوقتي. لو عايزين توصية مني، الفيديو ده هو اللي يستاهل وقتكم. اتفرجوا عليه. لحد ما نشوفكم المرة الجاية، سلام.